شباب عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين. هقدم لكم فيديو بسيط كده شرح سريع ومختصر عن تحليل جرثومة المعدة. التحليل بيكون زي ما احنا شايفين بالشكل اللي قدامنا ده. مفيش فيه أي حاجة، يعني مش صعب، من ضمن التحاليل السهلة اللي لازم تكون عارفها أو حتى على الأقل بتعرف تقرأه. المعلومة لما بتكون موجودة طبعا بتفيد مش بتضر يعني. طيب نخش في المهم. هناخد كده التحليل من فوق لتحت، مش هنسيب فيه أي حاجة. أول حاجة عندي هنا البيشنت نيم اللي هو اسم المريض صاحب التحليل يعني، الإيدج والسكس العمر والنوع، 22 سنة وميل يعني ذكر وعندي 22 سنة. طبعا بتختلف من حد للتاني، ممكن في ميل لو أنثى، وهنا طبعا العمر بيختلف من شخص للتاني. طيب عندي هنا referred by، دي يعني إيه الطبيب اللي طلب التحليل، بيكتبوا هنا اسمه، بس طبعا عشان أنا اللي عملت التحليل من نفسي فمفيش حد طلبه مني، مش كاتبين اسمي هنا. البيشنت اي دي حاجة خاصة بالمعمل طبعا، والريكوست ديت برضو دي التاريخ اللي أنا عملت فيه التحليل، اليوم اللي أنا عملت فيه التحليل كان 27 أغسطس 2023 تقريبا، الساعة 7. في عندي تحت هنا اللاب اي دي حاجة برضو خاصة بالمعمل ملناش دعوة بيها. نخش في المهم، أول حاجة اللي احنا المفروض نكون عارفينها يعني. بيكون عندي هنا فوق مكتوب بالبنط العريض diagnosis report أو تقرير التشخيص. يعني إيه تقرير التشخيص؟ اللي هو نتيجة التحليل يعني بمعنى صح، زي ما إحنا عارفين. في الجنب هنا على اليمين بيكون مكتوب اسم التحليل. اسم التحليل معايا هنا هيليكوبتر بيولاري تيست، أو اللي هو تحليل جرثومة المعدة زي ما إحنا عارفين. هنا الريفرنس رينج اللي هو النتيجة. طيب تحت هنا بيكون برضو مكتوب في الجنب اسم التحليل بالظبط. طبعا عارفين إن جرثومة المعدة بيكون لها طريقتين للتحليل، تحليل عن طريق الدم أو عن طريق البراز. هنا أنا عامل التحليل براز، فهنا مكتوب ستول واختصار جرثومة المعدة. تمام. مكتوب عندي هنا نيجاتيف، يعني سالب أو مفيش. لما يكون نيجاتيف يبقى مفيش جرثومة معدة، بوزيتيف يبقى فيه. هنا الريفرنس رينج نيجاتيف لو هي أقل من 15. هنا بيكون شرح بقى للي مكتوب عندك، يعني لو أنت أقل من 15 بتكون النتيجة نيجاتيف، وبالتالي ما عندكش جرثومة معدة. هنا النتيجة عندي 3.18%، فأنا نيجاتيف وما عنديش جرثومة معدة الحمد لله يعني. بس وبكده يكون خلصنا ومفيش فيه أي حاجة تانية. بس برضه لازم نكون عارفين أعراض جرثومة المعدة، عشان لو لا قدر الله الأعراض دي ظهرت يبقى نروح نعمل تحليل ونطمن ونعرف إذا كان عندنا ولا ما عندناش. من اسمها طبعا جرثومة المعدة، فطبيعي تعمل مشاكل في المعدة. طب إيه أهم الأعراض اللي بتظهر عليك عشان تعرف إنك عندك جرثومة معدة؟ طبعا بتحس إن بألم شديد في المعدة، ويكون مصاحب لحرقان أو قرحة. بتحس بحموضة كده عند صدرك، أو صدرك بيحرقك يعني. وبيكون عندك إسهال برضه، فلما تبتدي تلاحظ الحاجات دي عليك و... وأهم حاجة طبعا بتكون أنت رفيع وبتخس ومش عارف السبب طبعا. دي أهم الأعراض يعني. فلما تظهر عليك الأعراض دي فاحتمال كبير يعني يكون عندك جرثومة معدة، فبتروح للمعمل تعمل التحليل ده، وزي ما شرحنا وبتقدر تحدد إذا كان عندك أنت جرثومة معدة أو لأ، وبالتالي بتاخد لها العلاج المناسب. وبس هي دي حلقة النهاردة، يا رب أكون فدتكم، وإن شاء الله في الحلقة الجاية نتكلم عن تحليل جديد.